ولا أقصد أشاعرة زمان، يعني مثلا سعيد فؤاد عندما اتصلت أنت به، أو مم. علي جمعة أو غيره، يقول القرآن مخلوق باللفظ. هو يعرف أنه فتنة الإمام أحمد، والإمام أحمد عذب، يحيى بن معين، عبد الله بن المديني، غيرهم من العلماء الذين قتلوا في ذلك الزمان. يعني إيش موقفه من هذه الفتنة؟ إيش يقول؟ فعليا هم أيضا يقولون إن الحق كان مع أحمد بن حنبل، لكن يزعمون بعضهم مثل سعيد فودة، بعضهم يعني يزعم أن أحمد بن حنبل يوافقهم في المذهب، وهو كان يدافع عن القرآن اللي هو الكلام النفسي. وبعضهم يقول لا، كما قال شيخ الأزهر، يقول لا، الحنابلة عندهم غلو في مسألة القرآن، لما وجدوا أن المعتزلة فرطوا وقالوا القرآن مخلوق، فالحنابلة غلوا وقالوا غير مخلوق. طيب، المعتزلة يقولون القرآن مخلوق وأنتم تقولون القرآن مخلوق، فأين لومكم على المعتزلة؟ يقولون لا، نحن نفصل، نقول الكلام النفسي غير مخلوق والكلام المنزل مخلوق، والمعتزلة ما فصلوا، فعند ذلك نحن نلومهم لأجل هذا. فهذا اللعب. وفعليا الذي يحترم نفسه من الأشعرية كعدنان إبراهيم هو غير محترم، لكن هو يحترم ما يقول، يعني ما يحب كثيرا أن يلف ويدور، صريح، هذا قصدي. قال قولنا وقول المعتزلة واحد، لا يمكن أن آتي وأقول لك يعني غير مخلوق وكذا وأخذك وأجيبك، لا، هو فعليا مخلوق، وقولنا وقول المعتزلة واحد.